السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم هذه الوصفه سهله مهله وبزاف بنينه، رايحين ياكلوها حتى الدراري. تقعدوا تحشوها لهم اللي ما ياكلوكمش الشوفليغ. كيما راكم تشوفوا راهي تشهي، راهي تبان بنينه بلا ما نكثر هضره وبلا ما نقول هضره بزاف. المهم هنا تقدروا ترافقوها مع اي صوص. انا هنايا درت الحمص، تقدروا ديروا جلبان، زيتون، حاجه اختياريه البنات كيما تبغوا. لا صوص اللي تبغوا ديروها. المهم شوف لي كانت عندي نص حبه قطعتها، زدت معاها 2 حبات بطاطا، درتهم فوق كسكس يفورو مع شويه ملح وشويه تاع حرور. بعد ما فاروا ليك مليح خليتهم يقطروا، على بالكم بلي الشوفليغ يطلق الماء. طحنوهم بهذيك اللي تطحن البطاطا وكاع، ولا بالفرشيطه باسكو غادي يطحنوا لكم بالخف. من بعد زيدوا الملح والحرور، سكنجبير، وكثروا توم، ديروا 5 سنينات توم ولا باه التوم يكاسي على ريحه تاع الشوفليغ، وزيدوا عليها الحشيش وزوج مغارف تاع فرينه، وزيدوا عليها حبه تاع بيض. بعد ما تخلطوا كل شيء رفدوه غير بالمغرف وحطوه في الشابليغ وقلوا بلا ما تكوروهم باسكو ما غاديش يتجمعوا لكم. وقلوهم في النار تكون قويه بزاف، ومن بعد خلوهم يتحمروا مليح باه يعطوكم هذيك القرمشه. يجوا بزاف بنان، على بالي غادي تجربوهم ويعجبوكم. ما غادي يعجبوا ولادكم سيو الوصفه البنات، ما غاديش تندموا. وما بونيدي بدلوا شويه من شوفليغ مقلي وشوفليغ برانيه وكاع. المهم البنات هذه الوصفه تاعنا ان شاء الله تعجبكم، ونلتقي في وصفه واحده اخرى غدوه ان شاء الله. باي باي.